السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. يلا النهارده نعمل مكرونه وبانيه وبتنجان مخلل. طبعا انتوا كده انا عملت، كانت الدقه خلصت عندي، عملت طبعا الدقه الرهيبه بتاعتي اللي ما بستغناش عنها. تعالوا نشوف هنعمل البانيه ازاي. معايا نص كيلو بانيه، معايا توم بودر، بصل بودر، زنجبيل، فلفل اسمر وملح. ومعايا مايونيز على كاتشب، وبيضايه ربعها كويس بشويه لبن، ومعايا كده 3 حتت بفتيك كان عندي في الفريزر، قلت اما اطلع اعملهم معاكم. تعالوا نحط بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هحط المايونيز على الكاتشب، هحط كل التوابل بتاعتي، الملح والفلفل والزنجبيل والثوم البودر والبصل البودر. بس انا ما بحطش في التتبيله بتاعتي اكتر من كده، هحط لها شويه لبن بدل الزبادي، هحط شويه لان انا مش هحط بيض. انا عملته معاكم المره اللي فاتت ببيض، ودي كانت اول مره اعمل ببيض على فكره. انا ما بعملش البانيه ببيض، يعني بتاع معلقتين لبن، لكن لو عندي زبادي بكتفي بالزبادي بس، كوبايه الزبادي وخلاص. بس انا ما عنديش زبادي، وكده كده انا حاطه مايونيز. اقلب كويس كده. طبعا انا البفتيك بتاعي متبل ببصل، ميه بصل وفلفل اسمر وملح. البفتيك اكتر من كده. احط بقى البانيه بتاعي كده التتبيله دي، واسيبه شويه على ما اعمل صوص المكرونه. هنعمل مع بعض مكرونه بالصلصه الحمراء اهو، شايفين كله بقى متغلف ازاي. نلم حلتنا دي. تعالوا نعمل صلصه المكرونه مع بعض. انا سلقت المكرونه طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تعالوا نعمل صلصه المكرونه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حله هنا شفتها عشان كانت مبلوله، حطيت فيها زيت. هنعمل صلصه المكرونه. و3 فصوص توم، 3 فصوص بالعدد كده هنحمرهم. ونص شفشق طماطم. حمر بس كده التومه كويس، خلي لونها ذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. نذكر الله كده واحنا بنعمل الاكل يا جماعه عشان يبقى نفسه حلو، ونصلي على النبي. الطماطم بتاعتنا بقى لونها ذهبي اهي زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بالطماطم. زي ما انتوا عارفين ما بحطش اي توابل الا لما الصلصه عندي تقلب قلبها كده. احط عليها التوابل بتاعتها، ملح فلفل كمون فقط لا غير. تعالوا بقى نشوف البانيه نعمله بالبقسماط عشان يلحق يمسك في البقسماط شويه قبل ما نقليه. على ما اقلب تنجالي يكون هو مسك في البقسماط شويه. انا طبعا عملت 3 حتت بفتيك اهو، هعمل الحته الرابعه معاكم. طبعا انا كنت حطيت على البفتيك بيض. البفتيك بحط عليه بيض عادي عشان يمسك فيه البقسماط، لكن البانيه انا اساسا ببقى حاطه فيه بدوب عليه كده. بسم الله.
ادي البانيه بتاعه، البفتيك بتاعه. خليه هنا كده عشان اعمل البانيه. تعالوا نعمل البانيه. اهو. بصوا بقى البانيه انا بعمل ايه. باخد من التتبيله، انا عايزه الف التليفون كده عليا شويه على الحاجه. باخد كده اهي التتبيله بتاعتي، باخد من التتبيله على طول، ولا بيض ولا حاجه. انا ما بحبش احط بيض على الفراخ كده. اهو من التتبيله بتاعته، هي التتبيله هتخلي البقسماط يمسك فيه. معلش الصوت ده، انا عندي الرخامه دي مكسوره فبتتهز وبتعمل صوت بس. شايفين البقسماط ماسك فيه ازاي؟ جربوا طريقه البانيه بالطريقه دي، ولا بصل ولا الكلام ده. خلص الكميه وارجع لكم. وادي المكرونه اهي، الصلصه بتاعتنا اهي اتسبكت، شفتها اهي اتسبكت. وهنا بقلي البانيه والبفتيك، انا قليت نصه وبقلي نصه اهو معاكم. هحط المكرونه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سلقاها وشطاها كويس بميه بارده. انا بحب اقلبها شويه، اسيبها شويه على النار. ما بحبش القوطه كتير، يعني ما بحبهاش تبقى صايصه كده، انا بحبها تبقى ماسكه نفسها مفلفله بالبلدي يعني. البقسماط طلع غامق قوي، مغمق لي البانيه. البانيه بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. حط عشان مش النار عالية قوي لسعة البانيه.
اقلب المكرونه بتاعتي. خليت البتنجان الحله صغيره الصراحه. شايفين المكرونه مفروله ازاي؟ مش ماسكه ببعضها. سيبها بقى ايه مع بعض شويه بقى. وبكده يكون خلص اكلنا النهارده. ادي المكرونه، شايفين البتنجان وجماله عايم في الصوص ازاي، شايفين الصوص اللي فيه. وده البفتيك والبانيه بتاعنا. جربوه بالطريقه اللي انا بعملها دي، واشوفكم على خير ودمتم في خير الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.